نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. منتخبات أوروبا وأمريكا اللاتينية احتكرت الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم لسنوات طويلة، لكن الآن هناك منافس جديد من أفريقيا ومن العرب. المغرب فاز على البرتغال 1-0 وأقصاه من البطولة، فبات أول منتخب عربي وأفريقي يصعد إلى دور نصف النهائي في كأس العالم في التاريخ. صاحب هدف الفوز هو هذا الشاب يوسف نصيري، سجل هدفا برأسية ارتقى فيها فوق رؤوس الجميع. إذا قلت إن القفز يحتاج إلى لياقة بدنية فهذا استسهال، استخفاف مني، تسطيح للقضية. أنا لدي لياقة بدنية وأقفز هكذا، لكن يوسف نصيري يقفز، استخدم كل عضلة وعصب في جسده ليقفز إلى هذا الارتفاع. انظروا كم ارتفع ما بين الأرض وبين قدمه 90 سنتيمترا. رأسه كان يبعد عن الأرض 278 سنتيمتر، فاقتنص الكرة ووضعها في الجول. عطية الله في القائمة الثانية، جول 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 جول. المغرب يتقدم، المغرب يسجل. يوسف نصيري ينصر دينك يا يوسف، بالراس حتى في الشباك. أما إذا أتينا إلى رونالدو فهو ليس الوحيد الذي يستطيع القفز، لكن قفزاته ولا أحلى ولا أجمل. انظروا، هذه قفزته في مباراة ريال مدريد مع مانشستر يونايتد. ارتقت أقدامه لارتفاع كم؟ 1.6 سنتيمترات، وكان ارتفاع رأسه 293 سنتيمترا، يعني أعلى من قفزة نصيري ب15 سنتيمترا. بالمناسبة نصيري أطول من رونالدو بسنتيمتر واحد، لكن لا الطول ولا العرض ولا التاريخ ولا المال ولا البنون تنفعك في هذه المباراة يا رونالدو.